اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم ارحم والدي وعمي وعمي وجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، وادخلهم فسيح جناتك جنات النعيم. اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه، انا اسمي اسراء. اتمنى من حضراتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ويتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. النهارده معايا مشتريات من السوق والسوبر ماركت وبقوليات. شكرا لكل حد كتب لي دعوه حلوه في البوست اللي نزلته. حقيقي والله العظيم كلامكم بيفرق معايا جدا. شكرا شكرا شكرا، وجزاكم الله كل خير، ولكم بمثل ما دعوت لي وتمنيت يا رب. ربنا يجازيكم كل خير يا رب. انا بس بقالي يومين ما كنتش بنزل، كنت تعبانه. اللهم لك الحمد على كل حال يا رب. اكيد صوتي باين عليه الفرق. اللهم لك الحمد على كل حال. طبعا الدور ده الكل واخده، مش انا بس كل الناس ماشيه في الشارع كحه، وربنا يا رب يشفي. ربنا يا رب يشفينا ويعافينا جميعا يا رب. اللهم امين. ربنا يشفي كل مريض يا رب. اللهم امين. يلا بينا ندخل في المشتريات النهارده. مش حابه ادي طاقه سلبيه بصراحه، عشان اكون صريحه. مش حابه ان انا ادي طاقه سلبيه. ما بحبش اتكلم على حاجات وحشة واقول بصوا والدنيا والاسعار والغلا. لا، خلينا نتفائل ان شاء الله خير بامر الله يا رب تعالى. ندي لبعض شوية افكار ممكن توفر معانا شوية. مشتريات النهاردة ديت هتفرق معايا شوية، هتوفر معايا شوية. شكرا للبوست اللي كنت منزلاه على التعليق السخيف. انا والله مش من العادي ان انا بعلق على كل تعليق سخيف بيجيلي، لا، انا في تعليقات بتجيلي بعمل حذف على طول واخفاء للشخص اللي كتب التعليق. بس في تعليقات كده لازم الواحد بيقف عندها. بيقف مش ان هو على التعليق على الكلام، على قد ما هو بيستغرب ان الشخصية الكلام ده كتبته ازاي. يعني انتوا فاهمين قصدي ايه؟ فربنا يعافينا منهم ويشفيهم يا رب، لان دول اكيد في عندهم مرض معين. خلينا ندخل النهارده في المشتريات. النهارده معايا مشتريات سوبر ماركت، بقوليات، مكرونات وخضار. الخضار خلينا نبدا بيه كده الاول. طب خلينا نبدا من اليمين بردك خضار. النهارده معايا انا جايبه بصراحه طماطم. الطماطم فيه ب6.5 وفيه ب5 جنيه. انا جايبه الطماطم دي اللي ب5 جنيه للسلطه، يعني ال2 كيلو ب10 جنيه. جايبه الطماطم دي، جايبه نص كيلو علشان لو هعمل عدسه او سلطه او الكلام ده كله، بس بصراحه مش دلوقتي، لما نفوق شويه كده. نص كيلو طماطم ومع نص كيلو خيار، اللي هو قصدي جزر. معلش اعذروني لو انا متلخبطه، لاني حقيقي مش مركزه. مع ربع كيلو جزر. الاتنين كانوا عاملين 5، علشان خاطر زي ما بقول لكم لو للسلطه او الحاجات دي كلها. فربع كيلو جزر مع نص كيلو طماطم، والخيار ربع جزر مع نص طماطم ب5 جنيه. في بقى البقوليات غليت جدا. عايزه اقول لكم كنت بجيب نص كيلو العدس بكبه ب12 جنيه، يعني الكيلو ب24 جنيه. دلوقتي الكيلو بقى عامل 28 جنيه. 28 جنيه يعني النص كيلو ب14 جنيه. ب14 جنيه النص كيلو. انا جايبه ربع كيلو. يعني بصوا، انا بصراحة استاهل لايكات كتير والله على الفيديو دوت. انا بعد ما صورت وعمالة اتكلم واحكي معاكم وافسر، لقيت الفيديو ما بيصورش، وقف عندي وقت معين ووقف. خلينا نكمل زي ما قلت لكم في اخر فيديو اللي فات دوت. اخر المقطع اللي فات ان اانا كنت بجيب الكيلو من العدس بجيبه ب24 جنيه، دلوقتي بقى ب28 جنيه. فجبت نص كيلو ب14 جنيه. نص كيلو عدس بجبة، عشان الكشري طبعا من اكتر الاكلات اللي بصراحة آه، وفر معايا كتير اما بعملها في البيت. ب14 جنيه. جبت ربع كيلو فاصوليا بيضة. ربع كيلو فاصوليا بيضة ب7 جنيه ونص، لان الكيلو ب30 جنيه.
ديات الكيلو بقى ب30 جنيه، كانت ب26 جنيه بقت ب30 جنيه. جبت ربع كيلو ب7 جنيه ونص، وجبت نص كيلو لوبيا. نص كيلو اللوبيا ديت هي سعرها نفس سعر الفاصوليا البيضة، فجبت النص كيلو ب15 جنيه. وجبت كمان الفول الفول علشان خاطر الفطار قلت ادمسه نص كيلو. بيوفر جدا. عايزه اقول لكم دلوقتي بقى ب5 جنيه، طبق ب5 جنيه، طبق صغير كمان، فاللي هو يعني هيكفي مين ولا مين ولا هيقضي ايه، ولو حبينا حتى نتعشى بيه فهتبص تلاقي مفيش. فالفول للتدميس في البيت حلو جدا، هيوفر معاكي جدا. دي حاجه. الحاجه التانية بصوا، عايزه اوريكم القمر مش جبنه قديمه، لا مش. بصوا اللهم بارك اللهم بارك. انا لسه جايباه امبارح علشان خاطر البرطمان الجبنه القديمه اللي انا كنت عاملاه. الفار زي ما قلت لكم ارقده وبوظه، فقلت هجيب بس علشان خاطر من البلد. انا كنت موصيه عليه بصراحه بس مش من عندي. كنت موصيه عليه من بلد، من بلد يعني ارياف وكده. عايزه اقول لكم الكيلو كنت جايباه، لان انا جايباه من فتره بس لحد ما رحت وخدته يعني. الكيلو ب30 جنيه. البرطمان ده 2 كيلو ونص. البرطمان ده 2 كيلو ونص ب70 جنيه، ب75 جنيه. انا مش جايبه ده بس، انا جايبه ده وكمان الازازه ديت. اللهم صل على النبي. الازازه والبرطمان ب150 جنيه. اسراء 150 في مش. انا عايزه اقول لكم الكيلو عندي ب40 جنيه، الا اذا ما كانش زاد دلوقتي. اخر مره كنت سائله عليه ب40 جنيه، ومش خفيف، مش معتق زي ده. الجبنه القديمه بتوفر فطار، بتوفر غدا، بتوفر عشاء، افكار كتير. انا هجيب الجبنه وهبقى اعملها معاكم. وعايزه اقول لكم والله العظيم بتوفر معايا وما ببقاش شايله هم فطار وعشاء لو جوعنا بالليل او حاجه. واوقات كمان في الغدا اعملها في البيت، ما بحتاجش ان انا اشتريها من بره ابدا. وكل ما تبدا تخلص بجدد. بس لما الفار بصراحه عمل كده في البرطمان فاترمى كله زي ما هو، فاتضايقت جدا، فقلت الحمد لله. فروحت جايبه الحاجات المش وقلت هبدا ان انا اعمل تاني وكده. اعملوا المش في البيت او الجبنه القديمه في البيت، خير وبركه والله العظيم. بتوفر معاكي جبنه قديمه جنبها شويه بطاطس، جنبها شويه مكرونه، جنبها شويه اللهم صل على النبي فول، جنبها اي حاجه، جبنه ولانشون، جبنه وبيض مقلي، جبنه وبيض مسلوق، جبنه وشويه بطاطس، هتلاقي الدنيا اتيسرت معاكي. شويه فول بطماطم جنبيها كده وطعميه. بصي افكارها حلوه وبتوفر معاكي. جعانه تقومي تخرطي حته جبنه على طماطم، والله العظيم حلوه قوي وخير في البيت فعلا. فجبت المش ده مخصوص عشان خاطر اعمل جبنه قديمه تاني. في بقى المكرونه، مكرونه خطيره. دي هي اسم على مسمى، مكرونه خطيره. انا كنت نازله بصراحه عشان اجيب مكرونه بينا ومكرونه سباكيتي، فما لقيتش الاتنين، فرحت قلت خلاص خلينا اجيب مقصوصه واجيب كمان شعريه. قلت اجيب كيسين وكيسين لحد ما ابدا اجيب تاني، لاني بصراحه حلوه قوي قوي قوي. خفيفه، ما فيهاش نشويات كتير، وبتستوي بسرعه. 7 دقايق بالظبط تلاقيها استوت وطلعت معاكي زي الفل. بس لو سبتيها اكتر من كده او ما غسلتهاش على طول هتلاقيها عجنت، لان هي بتستوي بسرعه وحلوه قوي. انا بصراحه استلذتها. البن عملتها بشاميل جميله جدا جدا فيها، وطعمها حلو قوي قوي قوي، وخفيفه مش تقيله زي المكرونه اللي هي الملكه او اي نوع تاني. بصراحه خطيره، هي فعلا خطيره. انا جربتها وحلوه جدا. وزنها قليل 200 جرام، بس بصراحه هي 260 جرام، 280 جرام، 280 جرام بس. بصراحة حلوة جدا جدا جدا. شعرية، لسان عصفور، مكرونة، تحفة بامانه والله العظيم عن تجربه. انا بقول لكم الحاجه اللي انا جربتها وفعلا بلاقيها بتوفر معايا. في بعد كده كيس الطحينه ده، بس انا بصراحه مش عارفه سعره كام. انا كنت جايباه النهارده، كنت جايبه 2 عشان الجبنه القديمه المش اللي انا قلت لكم عليه معتق وطعمه لذيذ قوي. ففتحت كيس، بس انا بصراحه مش عارفه الكيس بكام عشان ما بقاش كذابه يعني. مش عارفه الكيس بكام، عرفوني الكيس ده بكام، هو حجم اكبر في بقى البطاطا. في الفيديو بتاع المشتريات الاولانيه بتاعه السوا ما قلت لكم انا جايبه البطاطس ويا رب تطلع تحمير. الحمد لله طلعت اللي فيها احمر، هي فعلا تحمير. فجبت منها تاني، ودي تالت مره اجيب منها. الكيلو وربع ب10 جنيه، حلوه قوي يعني، تحفه
بصراحة تحفة. انا جربتها دي تالت مرة اجربها، لاني كنت بتخدع في البطاطس، وخصوصا في الشتاء. الشتاء صعب جدا في انك تميزي بين البطاطس المحلونة وبطاطس التحمير. في الصيف البطاطس الرملة هي دي التحمير وبتبقى شيبس رهيب، لكن في الشتاء بيبقى صعب لاني كله بيبقى كلها البطاطس بتبقى طينة، فما يعني الواحد، وطبعا البياع عايز يبيعه وخلاص، فبيقول لك اه تحمير، وطبعا ايه الطاسه اللي بتبقى الفيصل بينها. جبت بصل، من ساعه ما جبت بصل ما جبتش تاني، فجبت 2 كيلو بصل ب10 جنيه، البصل ده ب5 جنيه، فقلت خلينا اجيب 2 كيلو لان البصل اللي عندي كان خلاص قرب يخلص، فبحتاج بصل. طبعا البرد اللي فات دوت كان بصل بصل بصل، فاللهم لك الحمد. البصل ده ب5 جنيه، فجبت 2 كيلو ب10 جنيه. بس دي كده كانت مشترياتي. البخور دوت اللهم صل على النبي، انا كنت جايبه قبليه بخور اسمه المهندس، وحش جدا جدا جدا، تحس ان انتي مولعه خشب ومطلع ريحه دخنه رهيبه، ما عجبنيش خالص. انا بحب ريحه البخور اللي يريح الاعصاب، فاللي هو شيخ العرب مش لاقياه، اللي هي العلبه بتاعتها لونها كموني، مش لاقيه خالص. فلما الراجل قلت له لا انا عايزه بخور ريحته حلوه، ريحته تهدي، فاداني ده، قال لي دوت حلو وهو غالي شويه، ب20 جنيه العلبه دي. بس حلو جدا فعلا، ريحته حلوه، والدخان بتاعه ما بيطلعش يعبق الشقه، بالعكس ريحته بتطلع تمسك في الحاجه وما بيتعبقش ريحه الشقه، ريحته بتفضل في الشقه، بس جميل جدا. وفي نسيت اقول لكم على حاجه، حاجتين. اول حاجه ان المحل اللي انا عملت عنده البرفان عنده بخور اسمه ارابيسك، حلو جدا جدا، اللي هو البخور التخين، وريحته بتقعد كتير جدا. فدوت انا ناويه ان شاء الله لما اروح تاني هبقى اجيبه، بس عشان انا لسه جايبه ده فقلت لا حرام يعني ان انا ما اكون جايبه ده وارجع اجيب تاني، فقلت اخلي ده لما يخلص ابقى اجيب من اللي هو اللي هناك عنده. دي حاجه. الحاجه التانية كنت قلت لكم في عروض كارفور الاريال، زي ما طلعت وقلت لكم يا جماعه ما تجيبوش دلوقتي لغايه اما اكد لكم اذا كان الوزن مظبوط ولا لا فيه غلط. لا انا رحت الحمد لله ووزنته على ميزان كويس، طلع بالظبط فعلا الشكاره 4 كيلو ونص. عشان ما حدش يطلع في الكومنتات يقول لي انت بتتكلمي ليه من غير ما تقولي، انت بتعملي شو. لا انا والله العظيم ما كانت نيتي ابدا ان انا اطلع اقول اني ده في غش وفي الكلام ده كله. لا انا فعلا الشكاره قدامي، ويمكن انتوا شفتوها كانت حجمها قليل، فقلت دي استحاله تبقى 4 كيلو ونص بصراحه، ووزنها انا حاسه ان هي اقل من 4 ونص. فلما وزنتها لقيتها فعلا 4 ونص، وقلت لكم طلعت اقل، طلعت بالظبط. هطلع اقول لكم فعلا ان هي طلعت قليله، طلعت قليله، طلعت مظبوطه، طلعت مظبوطه. فلا طلعت الحمد لله مظبوطه، و4 كيلو ونص فعلا، عشان خلاص يعني. فحبيت ان انا اعرفكم ان هي شكارة اللهم لك الحمد طلعت بالظبط 4 كيلو ونص، عشان اللي حابب يشتري قبل ما العرض يخلص كمان. كده الفيديو يعتبر خلص معانا، لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامة.